السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة جولتنا هننزل المسرح الروماني ونشوف في ايه تحت. ولو الفيديو عجبك كمل للآخر واضغط لايك واشتراك عشان تدعمنا وتشوف كل جديد ان شاء الله. يلا بينا. المسرح اليوناني الروماني بالاسكندرية، وفي الحقيقة يا جماعة أنا مش عايز أقول عليه مسرح، لأنه طبقا للأحداث والأبحاث العلمية الأثرية الموثقة بتقول إن المكان ده مش مسرح. وزي ما اتعودتم معايا إن شاء الله هتعرفوا الحقيقة كاملة وباختصار. طيب المكان ده كان عامل ازاي زمان يا جماعة؟ المكان ده لما الاسكندر الأكبر خطط مدينة الإسكندرية كان فيها حي اسمه حي ألفا، وده الحي اللي بتسكنه أرقى العائلات الملكية، يعني الحي ده حي ملكي. وأيام العصر المملوك بقى كان المكان ده متغطي بالرملة، وكان أعلى الرملة دي قلعة كبيرة اسمها قلعة كوم الدك. ولكن في عصر محمد علي او قبل عصر محمد علي، لما دخلت الحملة الفرنسية الى ارض مصر، كانت القلعة دي مقر ليهم للحملة الفرنسية. كانوا عاملين القلعة دي مقر ليهم، ولما جه محمد علي استخدم ممرات القلعة دي انها تكون مخازن للبارود والمتفجرات بتاعته. وده ما كانش غريب طبعا عن محمد علي، لانه استخدم الاثار المصرية كلها فيما يشبه ذلك. في سنة بقى 1839 ميلاديا حدثت الكارثة. انفجر المخزن بكل ما فيه من متفجرات بسبب حرارة الشمس او بسبب فعل فاعل. المهم ان اتغربلت القلعة واصبحت رديم وتراب. سنة 1962 ميلاديا قررت الحكومة المصرية بناء مساكن شعبية هنا، ومع أول كوريك ينضرب بالأرض بدأت تظهر معالم المكان. فطبعا توقف المشروع فورا لأنه المكان مكان أثري. قالوا عنه الناس أول زيارة للمكان ده مسرح، ومن هنا اتشهر بالمسرح الروماني. ولكن مع البحث قدروا يعرفوا ان لا يمكن ده يكون مسرح سينمائي، فممكن يكون مسرح موسيقي. وفي القرن الاول الميلادي ازيلت المساكن وتم اعادة البناء، واتضح ان فعلا ده كان مسرح كبير بقطر 45 مربع، لكن اللي احنا شايفينه دلوقت بقطر 33 ملي مربع. طب ايه السبب انه دلوقتي بقى 33 ملي مربع؟ طبعا مع الابحاث اكتشفوا انه وقت ما حصل زلزال سنة 1335 ميلاديا اتغربل المسرح بالكامل تاني، وتم اعادة بناء المسرح تاني لغاية ما وصل لشكله الحالي اللي احنا شايفينه دلوقتي. وبعد كده قرروا يغطوا المسرح ده ويعملوا قبة وهي الأعمدة، بس أول زلزال جه تاني وقعت القبة وتهدمت تاني. وطبعا الرخام اللي موجود ده كله دلوقتي قدامكم مش مصري، ده مستورد من ايطاليا وبلجيكا. المكان ده جماعة اسمه أنطرة، كانت بتتنقل فيه المية او تجري فيه المية عشان يستخدموها في الحمام. والحمام اللي هو المكان اللي مبني بالطوب الاحمر هناك، واحنا هننزل دلوقتي المكان ده اللي كان بيجري فيه المية اللي بيستعملوها في الحمامات اللي قدامنا دلوقتي. المبنى الاحمر ده كله كان الحمامات الرومانية اللي كانوا بيعملوا فيها الشاكوزي وغير ذلك. المكان اللي قدامنا ده يا جماعة وهو أشهر مكان في المتحف الروماني اليوناني، فيلا الطيور، جزء من الحي الملكي، ومحدش عارف لغاية دلوقتي مين صاحبها، لأن محدش عارف مين صاحبها تاريخيا. ولكن دلوقتي احنا لما هندخل المكان ده جوه في لوحة جوه في المكان ده عبارة عن صليب. اللوحة دي من فوق عليها حاجة هنشوفها دلوقتي مع بعض. كده احنا هندخل المكان اللي هو فيلا الطيور. فيلا الطيور في سفاء فيلا الطيور، هي اسمها كده في سفاء فيلا الطيور. الوجه ده مكتوب عليه من تحت باليوناني كولوست
كولوستيكيس، وممكن يكون كولوستيكيس ده هو صاحب الفيلا. ولكن هو مش معروف بالنسبة لنا برضو تاريخيا. ركزوا بقى يا جماعة من فوق، صورة دي صورة المعبود ديوسيتا، وهو رافع كاس الخمرة في ايده، وده كده بيرمز للسعادة والبهجة، ودي رسالة لكل زائرين البيت. ودي يا جماعة كانت القنطرة اللي كانت بيستخدموها تجري فيها المية للحمامات الرومانية، او تنقل المية للحمامات الرومانية، اسمها القنطرة. دي كده كانت بتطلع على الحمام الروماني على طول، تنقل لهم المية، او كانت بتجري فيها المية. وطبعا اللي قدامنا دي الحمامات الرومانية، لان هي دي المبنى الاحمر ده كله الحمامات الرومانية، واللي احنا واقفين عندها دلوقتي اللي كنا فيها القنطرة اللي بتنقل للحمامات المية، او بيجري فيها المية لغاية الحمامات الرومانية. هو يا جماعة ده كده منظر او شكل المكان اللي كانوا الرومانيين بيقضوا فيه حاجتهم، او الحمامات الرومانية اللي كانوا بيعملوا فيها الجاكوزي والكلام ده كله. اهو كل الاماكن دي اللي كانوا بيستخدموها عشان يقضوا فيها حاجتهم او للجاكوزي. والممرات دي كلها اللي كان بيجري فيها المية بتبقى جاية من القنطرة اهي في الوش. دي كده الممر اللي بيجي من القنطرة يجري منه المية للحمامات الرومانية. طبعا يا جماعة تذكرة دخول المسرح الروماني اليوناني، سعر تذكرة الدخول بتاعته 20 جنيه. والمكان ده فوق عامل زي استراحة، لكن الاستراحة دي معمولة من قريب للناس الزائرين المكان، او كان بيبقى فيه غفرة بتبات في المكان هنا، بتبات في المكان ده. كده تكون خلصت جولتنا، واتمنى ان الناس اللي ما شافتش المسرح اليوناني الروماني يستمتعوا بالفيديو ويكونوا استفادوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.